متابعي الكرام، أهلا بكم في بلاغ من وزارة الأوقاف حول البسكويت الحرام. إليكم التفاصيل. شددت وزارة الأوقاف في بلاغ لها اليوم الاثنين أنه لا موجب يستدعي تدخلها إثر ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك. وجاء في بلاغ لها على إثر ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، فإن وزارة الأوقاف تبين أنه لا موجب يستدعي تدخلها في هذا الموضوع، لأنها ليست قانوناً الجهة المكلفة بمراقبة البضائع والتي تروج في الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المنتجة لبسكويت أوريو الشهير خرجت بعد الجدل الواسع للبسكويت الحرام في عدة دول عربية، خرجت بتوضيح تؤكد فيه أن منتجها المخبوز بمصانعها الأوروبية لا يحمل علامة حلال، لكون بعض المواد التي تدخل في تركيبته لا توافق تعاليم الإسلام. وأثار اعتراف الشركة المنتجة للبسكويت قلق المستهلكين المغاربة، إذ رغم أن المنتج يتم تصنيعه بالمملكة وفقاً لتعاليم الإسلام، إلا أن بعض المحلات والأسواق التجارية الكبرى تعرض للبيع كميات من البسكويت المستورد من الخارج دون الإشارة إلى احتوائه على مكونات حرام أو أنه موجه فقط لغير المسلمين.